سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ولهذا فشكرا لكل من دعمنا ولو حتى بمشاهدة. بكم نرتقي ولأجلكم سنصبح الأفضل. قفلنا في الحلقة اللي فاتت بالظبط بعد نهاية معرفة سيوشي لنقطة ضعف الوحوش، بعد ما فلق السلايم الظلامي نصين وشاف مكان الجوهر بالتحديد جواه. قبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بلايكات الجميلة واربط الحزمة ويلا بينا على الفيديو. بعد ما عرف نقطة ضعف الوحوش دي خلاص بقت هزيمتهم سهلة جدا، وفي خلال نص ساعة بس بيكون خلص على كل الوحوش في المكان. سيوشي بيشعر بالإحباط لأن خبرته الحالية أقل من 4000 نقطة، مع إنه خلص على كل الوحوش وأنجز المهمة. بطلنا وقتها بيسأل نفسه المفروض يروح يصطاد فين بالظبط، بما ان حوار المهمات ده شكله مش هيخليه يوصل للمستوى 12 بسرعة. سيوشي بينادي بعدها على لورا وبيسألها لو معاها كمية أكبر من زيت الرعد، وده الزيت اللي بيسمح له يمد أي أداة بهالة الرعد من غير ما يستخدم قوة المطرقة. لورا بتقوله إنها معاها 4 جرعات بحالهم لسه وعملتهم عشانه مخصوص. سيوشي بيقول لها حلو قوي اللي انت عملتيه ده، ولو الزيوت دي مش غالية فمن الأفضل نشتري كميات كبيرة منها لمختلف أنواع العناصر. لورا بتقول له للأسف الحوار مش سهل زي ما انت فاكر، لأن الزيوت دي سعرها عالي وأنا استخدمت آخر فلوس معايا عشان أشتري زيوت الرعد. سيوشي بيقول لها مفيش داعي للاعتذار، ولكني عايز أفهم حوار الفلوس في العالم ده، أو يعني تمن الجايزة اللي هناخدها من المهمة مقارنة بأسعار الجرعات والزيوت. بيقول كمان في نفسه إنه عبيط ومستفز لأنه نسي حوار الفلوس ده خالص، وكان عمال يصرف من فلوس الحزينة لورا طول الفترة اللي فاتت. لورا بتقول له العملة الذهبية بتساوي 100 فضية أو 10000 برونزية، وتمن الجرعة الواحدة حوالي 30 فضية أو أكتر حسب العنصر. بالنسبة للمهمات المنخفضة فجوائزها بتبدأ من 50 فضية ولحد 3 ذهبية، وبما إن دي من أصعب المهمات المنخفضة فجايزتها هتكون 3 ذهبية أكيد. سيوشي بيقول لها حلو قوي الكلام ده وكفايه لحد كده عشان دماغي ما تنفجرش، والمهم ان احنا نركز على هزيمه الزعيم الموجود جوه المخزن. لكن وقبل ما يدخل المخزن اساسا بيسمع اشخاص بينادوا عليه بانفعال. لما بيبص وراه بيشوف ان مصدر الصوت هو صاحب المزرعه نفسه، واللي بيساله لو كان هو والهجينه اللي معاه من النقابه. شبيه المعزماوي من اتباع الملك بيقول انه حاسس باثار لهالة الرعد في المكان، ولكن شبيه النمر نمره بيقول ان مجرد بشري وهجينة مستحيل يخلصوا على الوحوش دي كلها لوحدهم. العملاق عضل بيقول لو مش هم اللي خلصوا على الوحوش فده معناه انهم جايين يدوروا على منشط الظلامي زينا بالظبط. سيوشي بيسألهم يطلع المنشط ده يا جدعان معلش بما اننا جينا هنا بس بناء على طلب النقابة. صاحب المزرعة بيقول انا فعلا بعت الطلب للنقابة ولكني ما توقعتش انكم هتيجوا بسرعة قوي كده. نمرو بيقول لهم طالما مش عايزين المنشط فما فيش داعي لوجودكم في المكان ده، ولو حاولتوا تعندوا فوقتها هنضطر نخلص عليكم. سيوشي بيستعد وقتها للقتال ولكنه الأول بينادي على لورا وبيسألها لو كان المنشط ده مهم كفاية لدرجة انهم يتعاركوا عليه. لورا بترد بانه مهم جدا لانه بيفتح بوابة لأحد المناطق الظلامية واللي فيها يقدر اي صياد يرفع مستواه بشكل اسرع 10 اضعاف عن المعتاد. سيوشي بيقتنع بكلامها اكتر لما بيعرف ان تمنها في العادي حوالي 100 عملة ذهبية، مع انه من جواه بيقول انه هيستخدمها عشان يرفع مستواه بسرعة. قبل بداية معركتهم ضد بعض بثواني بيتدخل صاحب المزرعة بسرعة وبيقول لهم ان اللي بيحصل حاليا ده سوء تفاهم بس مش اكتر. ما هو في فريق جاي عن طريق النقابة والطلب بتاعه، والفريق التاني جاي عن طريقه هو شخصيا لانه افتكر الصيادين هيتأخروا عليه. لما بيقول لهم اللي يهزم الزعيم الاول يقدر ياخد المنشط بتقترب منه لورا وبتقول له يسمح لهم يواجهوا الزعيم الاول لو كده. عاضل بيتدخل وبيقول لها كلامك مش منطقي لان كل واحد فينا قدامه فرصة واحدة بس لهزيمة الزعيم، وبما اننا جايين عن طريق صاحب المزرعة بنفسه فمن حقنا ندخل الاول. من خلال عين الملك بيحدد بطلنا ان مستواهم الثلاثة هو ال 12، وبيكونوا الصيادين دول واثقين من قدرتهم على هزيمة الزعيم. لورا بتبلغ سيوشي بانهم فريق متكامل واكيد هيقدروا يقضوا على الزعيم بسهولة. سيوشي بيقول لها انا عندي فكرة حلوة وبينادي على الصيادين وبيقول لهم ايه رايكم تسمحوا لنا لوحدي بتحدي الزعيم في البداية. بيعرض لهم مستواه بعدها عشان يثبت لهم انه مجرد شخص ضعيف بس،
وبيقول لهم انه لو خسر هيسمح لهم ياخدوا الجايزة المالية مش بس المنشط. الصيادين لما بيشوفوا مستواه طبعا بيموتوا على نفسهم من الضحك، وبيقولوا انهم حتى هم التلاتة بالكاد يعرفوا يهزموا وحش زي ده اساسا. تسويوشي بيقول لهم طالما انتوا واثقين من كلامكم كده فانا هدخل الاول خلاص. لورا بتترعب لما بتسمعه بيقول كده وبتحاول تحذره لان الوحش مستواه مرتفع شوية عليه، ولكن تسويوشي بيوعدها انه هيخرج بسلام وبيفكرها انه فاجر من الاخر. تسويوشي بعدها بيخفي مستواه من جديد والغضب اللي جواه بيخليه يفعل هالته لا اراديا، وساعتها مو بيندهش وبيقول انا حاسس ان هالة تسويوشي زادت بشكل مفاجئ. جوه المخزن بقى لما بيشوف بطلنا الوحش بيقول له انت مختلف عن وصف لورا، ما هي قالت انك وحش من المستوى 12 بس ولكنك اعلى من كده بمستويين، ومع كده فانا برضه واثق اني ههزمك واحصل على المنشط الظلامي. الصيادين واللي طلعوا 4 اشخاص مش 3 بيبصوا على الوحش من بره المخزن، ولما بيشوفوا انه اعلى منهم في المستوى بيكونوا مرعوبين وبيطلبوا من لورا تستعد لجمع بقايا جثة صاحبها. لورا بتقول لهم انا استحملتكم كتير وبتفعل نية قتلها، فبيترعبوا كلهم، ومن بعدها بيقرروا يقعدوا ساكتين ويستنوا بس هزيمة تسويوشي عشان يجي دورهم. تسويوشي بيقول للوحش انا عارف انك اقوى بكتير من بقية السلايم العادية، بما انك من المستوى 14 بحاله وكمان وحش من فئة زعيم مش مجرد وحش عادي. للسبب ده فانا قررت اني ما استخدمش سيف الظلام ضدك من البداية، بما اني عايز اخلص عليك بسرعة، والاسهل اني اعمل كده باستخدام المطرقة الملكية. النظام بيحذره انه ما يقدرش يفعل المطرقة غير ثانية واحدة، فبيقول تسويوشي انها هتكون اكتر من كافية، ولكنه قبل ما يستخدمها هيقوي دراعه باستخدام الجسد المطلق. تسويوشي بيكمل وبيقول انا عارف اني لو فشلت في القضاء عليه من اول ضربة هتنتهي المعركة، بما اني اخسر طاقتي كلها مع نهاية اول هجوم ده. رغم الصوت اللي بيقوله من جواه يتراجع الا ان تسويوشي بيندفع للامام بس، وفي خلال ثواني بينجح في الوصول لجسد الوحش وبيهاجمه بالمطرقة. مع وصول المطرقة لجسد الوحش بتبدا هالة الرعد تنتشر تدريجيا لخارج المخزن، وشدتها كمان بتفضل تزيد لحد ما بتحطم المخزن كله وسط صدمة الصيادين. لورا بتفهم على طول انه استخدم طاقة المطرقة وبتقول انه هيضعف جامد بعدها كالمعتاد، وعشان كده بتطلع تجري على المخزن بسرعة وهي بتصرخ وبتكون خايفة على تسويوشي لحسن يموت. بتفضل تنادي عليه وهي بتقول ان الوحش اكيد مات برضه من الهجوم اللي فات، وبشكل مفاجئ بيطلع تسويوشي من تحت الارض وهو حالته كرب خالص، ولكنه بيقول لها انا كويسة. في تسويوشي بعدها بتشوف لورا المنشط وبيسألها بطلنا لو كان هو ده البتاع الغالي بزيادة اللي كانت بتتكلم عليه. أبطالنا بيتجهوا بعدها للنقابة، ولما بيسألوا موظفة بخصوص تفعيل المنشط بتقول لهم انهم هيحتاجوا مساعدة الشامان عشان يطهر حجر التنشيط من الشوائب الأول. بتوضح لهم انهم احتمال يرفضوا مساعدتهم بسبب اقتراب اختبار الشامان، ولكن النقابة بتاعتهم يعني موجودة شرق المدينة وهي هتكتب لهم خطاب توصية كمان. تسويوشي بيستغرب من حوار الاختبار ده وبيسأل لورا لو كانوا الشامان حتى عندهم رتب مختلفة زيهم. لورا بتقوله الأمر ده طبيعي لأن الشامان مجرد لقب شرفي زي الصيادلة والمعالجين عندنا كده، لكن وعلى عكس الصيادلة فالشامان بيقدروا يصنعوا جرعات من مستويات أعلى، ومستويات الجرعات هم 6 أضعافهم الأبيض والأزرق والأحمر بالترتيب وبعدهم الأسود والفضي وأخيرا الذهبي. لورا بتكمل بأن الشامان والصيادلة والمستيقظين كلهم فئات علاجية، وأي حد من الفئات دي يعتبر شخص نبيل ولكن قدرته القتالية بتكون منخفضة. صدمة تسويوشي بتزيد لما بتقوله ان في جرعات بتزود من الحد الاقصى لمستوى الصيادين كمان. لورا بترفض انها تسكت لحد هنا وبتعبله وتديله اكتر، فبتقوله ان في محارب من المستوى 80 عمل مشكلة مع شامان فضي قبل كده، وساعتها الشامان استدعى صيادين كتير وخلاهم يدوروا على المحارب ويخلصوا عليه. مع نهاية كلامهم ده بتكون انهت الموظفة كتابة خطاب التوصية، واخيرا وبياخدوا ابطالنا الجواب ده وبيروحوا على طول لمقر نقابة الشامان. هناك بيتفاجئوا بوجود طوابير كبيرة من الصحراء والصيادين وبيقولوا دول اكيد هنا عشان يشاركوا في الاختبار بس. ابطالنا بيقتربوا بعدها من شامان ابيض وبيسألوا يروحوا فين لو عايزين يطهروا حجر التنشيط اللي معاهم. الشامان بيقول لهم الدخول اليوم هيكون للمتقدمين للاختبار بس، وانتوا مجرد بشري وهجينة وراحتكم وحشة من غير حاجة اساسا. لورا بتفتكروا بيعاملوا بانفعال بس لانه فاكرهم مش مهمين، وعشان كده بتحاول توريله خطاب التوصية اللي معاها. المصيبة ان العنصرية اللي في دم الشامان تجاه انصاف الوحوش بتكون عالية، وبيقول لها تغور في داهية من وشه وتيجي بعد نهاية الاختبار او حتى ما تجيش تاني. تسويوشي بيقول له كفاية هبد يا اسطى لاننا معانا خطاب توصية، وده معناه ان من حقنا دخول
النقابة في الحال. الشمام بيقول له الجرأة حلوة يا اسطى وكل حاجة، ولكنك بتحاول تدخل نقابة الشمام بتاعتنا ولازم تلتزم بقواعدنا. صوت كلامهم سوا بيعلى، فبيخرج دوج من جوه النقابة، وده يا صديقي يبقى شمان أزرق وهو ممثل اتحاد الشمان الشمالي كله. كل الموجودين في المكان بيرحبوا بدوج أحسن ترحيب، وبيعتذر له الشمان الأبيض لو كان صوته العالي أزعجه. عشان يشيل أي ذنب من عليه بيشاور لدوج على أبطالنا وبيقول له الأشخاص دول بيحاولوا يدخلوا النقابة بالعافية. سويوشي بيرفض إنه يسكت وبينادي على دوج وبيقول له أنا معايا خطاب توصية ومش فاهم سبب منعي من الدخول للمكان. دوج بيقول له أنا اللي هعمل للحجر بتاعك تطهير بنفسي يا اسطى، ولكن معلش تعالى أي يوم تاني بعد نهاية الاختبار. سويوشي بيقول في نفسه إنه ما عندوش وقت يضيعه، وعشان كده بيوضح لدوج إنه مستعجل برضه. دوج بيقول له في حل تاني واحد بس، وهو دخول اختبار الشامان، ولو حصلت على المركز الأول هطهر لك الحجر فورا. سويوشي بيقرر يدخل الاختبار وبيسأله إيه المتطلبات اللازمة لكده. دوج بيقول له عشان تبقى شامان لازم تكون عندك موهبة في السحر، بما إنك هتحتاج السحر في صناعة الجرعات والأدوات. سويوشي بيقول له حلو قوي كلامك ده، وانا مستعد اوريك اني ساحر فاجر لو منحتني عصاك السحريه بس لثواني. وسط صدمه دوج بينفعل الشمان الابيض عليه وبيقول له ازاي تجرؤ تطلب حاجه زي كده من الرئيس بنفسه. سويوشي بيصر على كلامه فبيديله دوج العصا بجد وبيقول له انها عصا خاصه واي حد يقدر يستخدمها مهما كان مستواه. سويوشي طبعا ما عندوش مهاره في السحر بجد يا صديقي، وعشان كده بيلجأ لاستنساخ مهارات الشمان الابيض باستخدام قدرته. بالفعل وبعد ما بيلمس الساحر بتظهر له كل مهاراته، بيقول انا لازم اركز واختار المهاره المناسبه للنجاح في الاختبار. عيني لحظتها بتيجي على مهاره اسمها اللمعان، واللي بتطلق ضوء لامع بيسبب شلل لكل الخصوم لمده 3 ثواني بس. بشكل مباشر سويوشي بيبدا يستخدم المهاره وبيخلي العصا تنور يا صديقي، وبيسال دوج لو كان اللي بيعمله ده كافي للتاهل لدخول الاختبار خلاص. وسط ما كان دوج بيقول ده شكله طلع ساحر بجد، بيطلب بطلنا من لورا تغطي عينيها بما انه مش عايزها تصاب بسحر الشلل، مع ان ده مش هيحصل بسبب فرق المستوى العالي بينهم. في الناحية التانية بقى دوج بيستخدم الدرع الخيالي عشان يحمي نفسه وأتباعه، بيقول السحر ده من مستوى بدائي بس ومش هحتاج لتعويذة قوية عشان اتصدى ليه. اللي هو ما يعرفوش بقى ان بحر مانا سويوشي بيكون اكبر من اي بحر مانا عادي. وفوق كده كمان بيسألوا النظام لو كان عايز يزود من طاقته الروحية باستخدام الجسد المطلق. قبل بطلنا العرض النظام بيرفع من طاقته الروحية اكتر من 30 ضعف، وبالتالي مش بيقدر دوج انه يصد الهجوم باستخدام درعه اللي بيتحطم كليا. بكل ثقة بعدها سويوشي بيسأله لو كان اللي عمله ده كافي للتأهل ولا لسه، وساعتها بيرد عليه دوج وهو متوتر وبيقول له كفاية يا اسطى ابوس دماغك انت خلاص نجحت. جوه ساحة الاختبار بيكون كلام الكل موجه ناحية سويوشي حرفيا، وبيسألوا بعض من امتى والبشر مسمح لهم بدخول اختبار الشمان. ما هو في الطبيعي البشر المفروض بيكونوا من الصيادلة بس، ومعروف ان قدرة الصيادلة على صناعة القدرات اضعف من الشمان بكتير. سويوشي مش بيكون فاهم سبب نظراتهم دي كلها، فبتتدخل لورا وبتقول له انه اول بشر ينجح في دخول اختبار الشامان في التاريخ كله. بتوضح له ان فئة الشامان خاصة بالوحوش بس، في حين ان الصيادلة خاصة بالبشر. وفي الاخير بتيجي فئة المستيقظين بتاعة الالف، بتقول له حتى الان مفيش ولا فصيل حاول يشارك في اختبارات فصيل تاني، ووجودك هنا عامل زي ما يكون الغرض منه استفزاز الوحوش. سويوشي بصوت واطي ومتوتر بيقول لها انا مش بحاول اعمل كده ابدا، ولولا بس اني عايز اطهر الحجر ما كنتش عملت كل ده. في جانب اخر بقى بيكون نائب الزعيم اللي اسمه الخنزير الياس بيكلم الزعيم دوج وبيقول له انا مش قصدي اعترض على قرارك ولا حاجه، ولكنه ممكن ياثر على شرف الوحوش بالسلب. دوج بيقول له ما تخافش يا اسطى لاني عملته كويس ومنحته عصا سحريه كمان. كل اللي محتاج يشوفه حاليا هو اقصى امكانات بيمتلكها، بما اني شعرت بقدرته على استخدام موجات المانا واللي تعتبر اقوى هيئه من هيئات السحر. دوج بيكمل وبيقول الوحيد اللي شفت منه موجات بالقوه دي كان العبقري كيفن، وبيكون الياس فاكره بيهزر لان كيفن شامان احمر يعني حتى اقوى منهم كلهم. دوج بيقول له انا بتكلم جد يا اسطى، وعامه احنا هنقارن بينه وبين تلميذك كيفن واللي اسمها فولن وجايه اليوم عشان تشارك في الاختبار برضه. الياس بيقول ان كيفن بيناديها بالعبقريه، وبيقول ان موهبتها اقوى منه هو شخصيا بكتير لما كان في سنها. المشاركين لما بيسمعوا بوجود تلميذ كيفن في المكان بيتوتروا طبعا، وبيقولوا انهم سمعوا عنها كلام كتير وهزيمتهم ليها امر مستحيل. اما عن فولن بقى فمش بيعجبها كلام المشاركين ده ابدا، وبتقول انهم استسلموا بسرعه وكده هتكون كأن
لأنها بتنافس نفسها وبس. إلياس بصوت عالي بيطلب من الكل يرجعوا لأماكنهم في الحال، وكل واحد يقف في المكان اللي مكتوب عليه الرقم اللي سحبه من شوية. المكان اللي بيقف بطلنا فيه بيكون جنب فولين، واللي بتستغرب من وجود بشري في اختبار الشمان. سويوشي لما بيشوفها مركزة معاه بيرحب بيها وبيقول في نفسه إنها لطيفة زي لورا، ولكنها بتسخر منه في المقابل وبتقول إنه أكيد موجود هنا بس عشان يجذب أنظار الوحوش إليه. دوج بعدها بيقول لهم طالما كلكم بقيتوا في أماكنكم فنقدر نبدأ الاختبار، وأول حاجة هتعملوها هتكون صناعة الجرعات، ودي أسهل حاجة لأي شامان يعني. بشكل مفاجئ بتنزل علبة كبيرة من السماء قدام سويوشي، واللي بيكون مندهش وبيقول إيه بتاع دي. فولين بتسخر من تصرفاته وبتقوله الأحسن لك ترجع بيتك، لأنك لو مش عارف إيه هي طاولة جرعات الشامان فمفيش داعي لوجودك هنا. غضب سويوشي بيزيد من كلامها وبيقول في نفسه البت دي شكلها مش هتسيبني في حالي أبدا. بيقول في نفسه طريقة صنع الجرعات في العالم ده تعتبر بدائية جدا، وللأسف حتى الفيديوهات اللي شفتها على النت كانت لصناعة الكبسولات والحبوب المتقدمة. تحت أمر دوج بيعلن إلياس وأخيرا عن بداية اختبار الشامان بشكل رسمي. مع بداية الاختبار بتتوزع أوراق صغيرة على كل المشاركين، والاختبار بتاع سويوشي بيكون صناعة 3 جرعات طاقة بدائية. سويوشي بيقول أنا شايف إن صناعة جرعة واحدة بس خلال ساعة يعتبر أمر صعب جدا عليا، وعشان كده الأفضل إني أشوف المشاركين هيعملوا إيه في الورطة دي الأول قبل ما أبدأ. دوج في الناحية التانية بيبلغ المشاركين إن أكبر عقبة هتكون اختيار المواد، بما إن في مواد كتير على طاولة الشمام ملهاش لازمة ولا استخدام في الاختبار. كمان فمعظم المبتدئين ما يعرفوش إن جرعة الطاقة بتحتاج ل9 مواد كاملين، ولو تم اختيار مادة واحدة بس منهم غلط هتفشل الجرعة وهيتم إقصاء صاحبها. سويوشي بيكون متابع اللي بيحصل أول بأول وبصوت مصدوم بيسأل نفسه لو كانوا كل دول ما بيعرفوش يعملوا جرعات زيه. فولين بتسمعه وبتقوله إن الطبيعي هو وجود العناصر المطلوبة بس قدام المشاركين، ولكنهم لما شافوا عناصر جديدة كتير اتلخبطوا خالص. بتكمل وبتقوله بصراحة الموضوع مضحك شويتين 3 لأنهم افتكروا الاختبار هيكون بالسهولة دي كلها. سويوشي بيندهش لما بيبص ناحيتها لأنها بتكون حضرت كل مقادير الجرعة، وبتبدأ بعدها تستخدم العصا السحرية بتاعتها، وهي بتقول إنها مش هتخيب ظن كيفن فيها أبدا. أثناء عملية تحويل الموارد لجرعة بتبدأ أصوات إلياس ودوج تعلى، وبيقولوا إنهم ما توقعوش إن تلميذة كيفن تكون بتمتلك السرعة والدقة دول كلهم في سن صغير كده. في الناحية التانية بقى بيكون سويوشي قرر إنه يراقب كل تحركات فولين، وبيستخدم عين الملك بعدها عشان يقدر يتتبع كل تحركاتها بسهولة عالية. أما عن فولين فبتكون وصلت خلاص للمرحلة الأخيرة من صناعة الجرعات، ودي مرحلة الصقل واللي بتحدد جودة الجرعة المصنوعة مقارنة بغيرها من نفس النوع. ما هي قوة الجرعة نفسها وكفاءتها بتختلف من صانع للتاني، وكل ما زادت طاقة الصانع السحرية زادت قوة الجرعة. عين دوج بتيجي ناحية سويوشي بعدها يا صديقي، وبيكون مصدوم وبيسأل نفسه ليه الطالب العبقري ده ما بدأش حتى عملية تحضير المكونات. فولين بعد ثواني بتكون خلصت الجرعات ال3 خلاص، وبتقول أكيد مفيش حد أفجر مني في العالم كله. دوج بينادي عليها وبيقول لها تستنى وما تمشيش لأنه هيراجع الجرعات كلها مرة واحدة بعد الاختبار. فولين بتقول إنها حاسة بالملل بما إنها هتضطر تستنى شوية وقت هنا، ولكن أفكارها بتنقطع لما بتبص ناحية سويوشي وبتلاقيه مركز معاها جامد. فولين بتسأله عايز ايه ياض يا منحرف، فبيعتذر لها وبيشكرها كمان، ولكنه مش بيقول لها انه بيشكرها بس عشان سمحت له يحلل اسلوب تحضير الجرعة بتاعتها بالكامل. المدهش في الامر انه لما بيجي يستخدم تقنيات السحر المسؤولة عن تحضير الجرعة بيسأله النظام لو كان حابب يزود من كفاءة وسرعة الاسلوب بتاع فولين. المشاهدين كلهم بيكونوا في حالة صدمة لانه مش بيكون مضطر يحدد المكونات بنفسه، وانما الكميات بتاعتها بتبدأ ترتفع من على سطح الطاولة بشكل تلقائي وبدقة عالية. بصوت مندهش بتسأل فولين نفسها ازاي ممكن شخص يختار مكونات ويطحنهم في نفس الوقت، والمدهش اكتر من كده انه بيثقلهم كمان. إلياس وهو مفزوع بيسأل نفسه يا ترى ايه هي هوية سويوشي الأصلية، وازاي بيقدر يستخدم نفس تقنية تحضير الجرعات بتاعت كيفن اللي اسمها التبسيط. تفكير إلياس بيخليه يقتنع ان سويوشي ده عبقري بجد، وبيقول شكلنا على وشك اننا نشهد ولادة عبقري زي كيفن او افضل كمان. لورا بره القاعة بتكون مستنية سويوشي لسه وبتسأل نفسها عن احواله، فمع انها بتثق فيه ثقة تامة الا انها عارفة انه بشري مش وحش وكمان محارب مش ساحر، وبالتالي عملية تحضير الجرعات بطريقتهم هتكون صعبة عليه. ما هي ما تعرفش ان سويوشي شبه انهى الاختبار كله في ثواني معدودة، وبيقولوا النظام كل اللي عليك انك تثقل الجرعة وتمدها بسحرك وبس كده يا نجم.
فولين لسه حتى الآن مش قادرة تخرج من صدمتها وبتقول إنها كده هتخسر. بتشك إن سويوشي بيستخدم نفس تقنية التبسيط بتاعة المعلم كيفن بنفسه. أما عن دوج فبيقول إن كيفن كان الوحيد اللي صنع جرعة من الرتبة سي في الاختبار، ومع إنه كان حكم الاختبار ده برضه إلا إن هو نفسه ما يقدرش يعمل غير جرعات من الرتبة دي. على ذكر الرتب بقى يا صديقي، فرتب الجرعات بتبدأ من الرتبة دي أقل رتبة ولحد اس أعلى رتبة. إلياس بيرفض إنه يصدق إن في بشري هيقدر يعمل جرعة زي كيفن، وبيقول لدوج مفيش داعي للاستعجال لأن المنتج النهائي لسه ما ظهرش. في الناحية التانية النظام بيبلغ سويوشي بحوار الرتب بتاعة الجرعات دي، وبيقول له من المتوقع تكون رتبة جرعتك هي دي بس لأن قوتك السحرية منخفضة. سويوشي طبعا ما ينفعش يقبل بحاجة زي كده لأن جرعة فولين هتكون من الرتبة سي وهو محتاج يحصل على المركز الأول. للسبب ده بيسأل النظام اتصرف ازاي يا اسطى عشان ارفع من قوة الجرعة، وبيفهم وقتها ان المشكلة مش في الطاقة السحرية نفسها وإنما لأنه عديم العناصر. التردد الظاهر عليه في مرحلة الصقل بيخلي إلياس يسخر منه، وبيقول ان الشمان الشاطر مستحيل يتردد بالشكل ده في أسهل مرحلة. فولين كمان بتسأل نفسها هو مستني ايه وليه مش راضي يكمل عملية الصقل مع انها اكيد هتكون عملية ناجحة. احد الطلاب المستفزين بيحاول يقترب من بطلنا عشان يطمئن على احواله، ولكنه قبل ما يلمسه بتتدخل فولين وبتقوله انت كده ممكن تشتت تركيزه. سويوشي في الوقت نفسه بيكون لسه مشغول بحوار انه عديم العناصر. بيسأل نفسه لو كان تفعيله للمطرقة الملكية هيمنحه عنصر الرعد بشكل مؤقت، وبيقول انا لازم اجرب اعمل كده وخلاص لان ده الحل الوحيد لرفع رتبة الجرعة. وسط ضحكات المستفزين عليه بتبدأ هالة الرعد تنتشر حول جسده بسرعة جبارة، وده بيخلي الدهشة تملى وشوش كل المشاركين اللي كانوا لسه بيسخروا منه. النظام بينهال على بطلنا بالرسائل خلال ثواني وبيقول له انت كده بتمتلك عنصر الرعد وسحر مضاعف لمدة 6 ثواني بس. سويوشي بيستغل الثواني دول احسن استغلال يا صديقي بالفعل، وبيقدر انه يكمل جرعته اخيرا وبيبلغ المشرفين انه انتهى من الاختبار خلاص. سويوشي بيكلم نفسه بعدها وبيقول ما كنتش اعرف ان عملية رفع قوتي واستخدام عنصر الرعد هتكون متعبة كده. المشرفين والمشاركين بيقولوا ان عملية صقل سويوشي خدت وقت طويل شويتين، وبما انه كان متردد فاكيد رتبة الجرعة هتكون دي بس مش اكتر. الوقت بيعدي من تاني بسرعة واخيرا بيعلنوا المشرفين عن نهاية الاختبار. بيبدأوا يحددوا مستوى الجرعات بعدها وبتكون كلها اما انها من الرتبة دي او بتكون جرعات بايظة لا تصلح للاستعمال البشري ولا حتى الوحش يا صديقي. الدور بعد لحظات بيجي على تقييم جرعة فولين وبيحصل فعلا نفس اللي توقعه بطلنا، وبيقول إلياس ان الجرعة دي من الرتبة سي وكمان ريحتها قوية ومنعشة. سويوشي بيقول انه مندهش معرفش ليه مع انه توقع كده من البداية، ويمكن ده اللي بيخلي دوج ينادي عليه ويقول له ركز معايا واستبزرتنج. دوج بيسأل سويوشي لو كان يعرف مستوى جرعته ولا ايه الكلام، ولما بيقول له بطلنا معرفش الصراحة بيقول له دوج اكيد الجرعة كده هتكون من الرتبة دي. المصيبة انه لما بيبدأ عملية الفحص بعدها على طول بيظهر الرعد في السماء، ومن المعروف ان جرعات الرتبة بي لاس بس هي اللي بتتسبب في حدوث ظاهرة سماوية. إلياس بيقول حتى لو ما نعرفش رتبة الجرعة دي بالظبط فعلى الأقل هتكون من الرتبة بي وكده سويوشي هو اللي فاز. أما عن فولين فبتقول إن عبقرية سويوشي كده أكبر من المعلم بتاعها نفسه، بما إنه لما كان في سنه صنع جرعة من الرتبة سي بس. دوج بقى بيقول أنا أول مرة أشوف جرعة من الرتبة دي في حياتي كلها الصراحة، وبيبلغ إلياس إنهم كانوا غلطانين وإن البشري ده قد يكون شامان أسطوري مستقبلا. أما عن سويوشي نفسه فبيكون طاير من الفرحة، ولكنه مش بيعرف يعبر عن فرحته بسبب التعب اللي حاسس بيه. لحد هنا بقى يا صديقي بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.